صوت العرب، صوت السلام. يا رب السنة دي تبقى سنة خير وسلام وأمن وأمان ومحبة على الدنيا كلها. احتلت مصر موقعا مميزا في مجال عمليات حفظ السلام. املأوا الأرض والفضاء بتسابيح السلام، املأوا الصدور والقلوب بآمال السلام. حلمنا وفي كل زمان وحدة كل الأوطان، كل الخلافات هتزول وكفاية إنك إنسان. صوت السلام، إعداد وإخراج هاني فؤاد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما هو السلام يا أبي؟ وقد قال: بهذا يعرف الجميع أنكم تلاميذي إن كانت لكم محبة بعضكم نحو بعض. بالسلام احنا بدينا بالسلام. أن الإسلام دين سلام وتعاون وتسامح ورحمة متبادلة بين الناس. السيدات والسادة، أهلا بكم في مطار القاهرة. Ladies and gentlemen, welcome in Cairo Airport. Good morning شيخ محمد. السلام عليكم جناب الأب جورج، أهلا بيك في مصر. Thanks شيخ محمد. I love to being here. أنا أحب مصر كتير. عاوز أقول لك الحاجة بقى مجهزة لك أكلة مصرية هتاكل صوابعك وراها. أنا مشتاق للأكل المصري شيخ محمد. خلي بالك في أماكن كتير حلوة أوي وجميلة هوريها لك كلها في مصر. أنا نفسي أزور كنايس مصر القديمة والأماكن اللي مر فيها رحلة العائلة المقدسة. طبعا أنا هكون معاك وهفرجك على كل اللي انت عاوزه. شكرا شيخ محمد، أنا أحبك كتير. أهلا بيك يا أبونا في مصر. ثبت مؤشر الراديو هنا من فضلك. أنا كمال القاضي، كاتب وناقد سينمائي وعضو النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر. اسمحوا لي أصحابكم في جولة بين السينما والأغاني ودورهم في صنع السلام. السلام كفكرة ومضمون وشعار رفعته السينما المصرية في فترة مبكرة جدا من تاريخها، سواء بقصد أو بتداعي موضوعات والقضايا والأفكار اللي كانت مطروحة في فترات زي ما قلنا مبكرة جدا من عمر السينما المصرية. يعني يمكن نذكر من بين الأفلام المهمة اللي أنتجت سنة 1948 فيلم بعنوان حمامة السلام، وده كان بطولة شادية وكمال الشناوي وتأليف الكاتب يوسف جوهر وإخراج حلمي رفعت. احنا هنا بنتوقف عند عنوان الفيلم حمامة السلام. ليه مثل هذه التعبيرات كانت دارجة في الوقت ده؟ لأنه كان فيه ما يدعو لأن يكون السلام هو الشعار المرفوع والمحقق بشكل واضح، برغم ان الفيلم ده بالتحديد ما لم يتناول مثلا قصة حرب ولا احداث صراع ولا كذا. هو كان يعني حالة رومانسية وقصة عادية جدا ما بين زوجين، لكن حرص السينما المصرية وحرص الكتاب وحرص المخرجين وحرص الحركة الإبداعية آنذاك على أن يتصدر عنوان الفيلم معنى مهم زي السلام
هو ده اللي دفعنا الآن إن احنا نذكر هذا الفيلم ضمن الأفلام المهمة اللي اهتمت بفكرة التعايش الراقي، الإحساس بالآخر، الانسجام، التآلف الاجتماعي. كل دي معاني مهمة جدا، ومعاني طرحها الفيلم وتطرق إليها بشكل ذكي وبشكل غير مباشر، لكنه كان منسوج في الأحداث، والحقيقة إنه اتعمل كويس جدا. وهذا الفيلم نجح، يعني من ضمن الأفلام اللي نجحت نجاح على المستوى الجماهيري وعلى المستوى الشعبي، واعتقد انه حقق ايرادات بمقاييس وقتها كانت مقبولة جدا. الله، كم يشعرني هذا الجو بالسلام والاطمئنان. وما هو السلام يا أبي؟ أجبني أولا يا بني، لماذا تطلب مني دائما أن آتي بك إلى هنا؟ لأنني أشعر هنا بالوداعة والبراءة والأمان. هذا هو السلام الداخلي يا بني، ولذلك الحمامة التي تحبها هي أحد رموز السلام. لقد علمتني أمي أن الحمامة هي التي حملت غصن الزيتون منذ القدم، فقد كان النبي نوح عليه السلام قد أرسل الحمامة لاكتشاف اليابسة بعد حدوث الطوفان، فعادت وهي تحمل في فمها غصنا للزيتون كدليل على ظهور اليابسة. أحسنت يا بني، لذلك أصبح الحمام وغصن الزيتون رمزا للسلام. أتمنى أن يشارك كل الأطفال في صنع السلام يا أبي. لقد شاركت بالفعل طفلة يابانية تدعى ساداكو في عمل أحد رموز السلام، حيث إنها كان لديها أمل كبير، وقامت بعمل 644 من طيور الكركي الورقية. ومنذ ذلك اليوم وطير الكركي الورقي رمز للسلام وللأمل وطلب الخير أيضا. أعتقد أن الطفلة ساداكو قد شعرت بالسلام في داخلها، وأرادت أن يشعر به العالم أيضا. أحسنت يا بني، فلن يمكننا الحصول على السلام الخارجي إذا لم نشعر به داخلنا. عندنا فيلم تاني مهم قوي في حسابات السينما المصرية اللي قدمت أو حرصت على تقديم هذه الرسائل وأكدت على هذه النزعات السلمية، فيلم حسن ومرقص وكوهين، وده كان إنتاج 1954، وهو سيناريو الكاتب الكبير بديع خيري وإخراج فؤاد الجزائري، بطولة حسن فايق وعبد الفتاح الأسري ونجوى سالم وشكر سرحان. الفيلم نفسه والأحداث مأخوذة عن مسرحية بنفس الاسم، حسن ومرقص وكوهين. وهنا بنلاحظ شيء مهم جدا، إن المسرح والسينما كانوا بيسيروا في خطين متوازيين لكنهم بنفس المعنى، يعني بيأكدوا على نفس القيم ونفس المبادئ ونفس المعطيات اللي هي برضو بتتكلم عن روح التسامح، عن السلام، عن المودة، عن الألفة، عن الإخاء، عن كل المعاني النبيلة والإنسانية القيمة جدا جدا اللي ظلت السينما المصرية حريصة عليها لفترة طويلة جدا وما زالت طبعا. لكن في هذا الفيلم العنوان كان مباشر وواضح كل الوضوح، حسن ومرقص وكوهين، بيشير لثلاث ديانات، الإسلامية والمسيحية واليهودية. الفيلم لاقى نجاح كبير وصدى مهم جدا، ويمكن علّى من اسم فؤاد الجزائري كمخرج، ونجم المجموعة اللي كانت بتشتغل. يمكن حسن فايق من الحالات النادرة اللي قام فيها ببطولة مطلقة، وده واحد من أفلامه المتميزة والمهمة سواء على المستوى الموضوعي أو المستوى الإبداعي والتمثيلي والفني. النجمين الكبيرين عمر الشريف وعادل إمام أعادوا تقديم فيلم حسن ومرقص وكوهين بس بطريقة مختلفة، وركزوا على حسن ومرقص فقط.
وطبعا هذا الفيلم يمكن أنتج سنة 2008، هو من إخراج رامي إمام والكاتب يوسف معاطي. الحالة اللي قدمها الفيلم بشكل بانورامي، بشكل إنساني، بشكل فيه قدر كبير جدا من الوعي والثقافة والدقة في تقديم الرؤية الإنسانية الممزوجة بالحالة الدينية والحالة الاجتماعية وحالة التسامح وحالة الود وحالة التآلف وحالة التكاتف. كل دي معاني مهمة جدا جدا جدا. عمر الشريف بثقله الفني والإبداعي وتاريخه ونجوميته الكبيرة جدا، مع طبعا الفنان عادل إمام بذات المعطيات النجومية والتاريخ والتألق والإبداع، الحقيقة كانوا مقنعين جدا في هذا الفيلم، وقدموا رسالة شديدة الوضوح وشديدة النزاهة وشديدة الرقي، وأكدوا على معاني عميقة وحالات شديدة الإنسانية بشكل كبير أوي أوي. يا ملك السلام، أعطينا سلامك، قرر لنا سلامك، واغفر لنا خطايانا. المرضى اشفيهم والحزان أعزيهم، والذين في الشدائد يا رب أعنهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. اللهم إني أسألك حبك وحب عمل يقربني إلى حبك. لا إله إلا أنت سبحانك يا أرحم الراحمين. يعني عادل إمام على وجه التحديد مثلا قدم فيلم الإرهابي. فيلم الإرهابي برضو استهدف فكرة مهمة جدا، هي نبذ العنف، رفض العنف، رفض القهر، رفض الوصاية الاجتماعية من فصيل على المجتمع. عادل إمام قدم دور شاب بينخرط مع الجماعات الإرهابية ويتورط في جرائم قتل وكذا، وألمحوا إلى قتل الكاتب الكبير فرج فودة اللي قام بدوره الفنان الكبير محمد الدفراوي. ومسيرة البطل المتطرف اللي كان يعني بيعتمد الثقافة العنيفة وشايف انه رسالته كما يعتقد هو لابد ان تنتشر بالدم وبالرصاص، لكن بنشوف قبل نهاية الفيلم بيحصل له نوع من التحول والرشد ويفكر ويتأنى، ولما يختلط بالأسرة المسيحية المصرية بيشوف حاجة تانية مختلفة، بيختلط بأسرة مسلمة عادية جدا، أسرة طبيعية زي بقية الأسر، فيها المثقفين وفيها الفنانين والمبدعين وفيها رب الأسرة إنسان الراقي والأم الرؤوم العطوف. وبعدين هذه الأسرة لها صلة أو علاقة جوار وصداقة بأسرة مسيحية. هو بيدخل عند الأسرة المسيحية دي وبيشوف تصرفاتهم ويشوف قد إيه هم ناس رقيين، ناس لا يؤمنوا بالعنف على الإطلاق، ناس متمسكين بالود، متمسكين بالمحبة، متمسكين بالخلق. الممارسات الاجتماعية والإنسانية كانت أكبر دليل على فرض فكرة التسامح على أحداث الفيلم بشكل كبير، وإقناع الجمهور بها بمنتهى البساطة والسلاسة، لأنها كانت في منتهى الواقعية وتمت بشكل طبيعي جدا جدا. وعلي العنيف اللي كان خارج على القانون وخارج على التقاليد وخارج على كل النظم والقيم الاجتماعية والإنسانية أصبح شخص آخر بفضل المعاملة الإنسانية لهذه الأسرة اللي احتوته أو حاولت تقدم له المساعدة، لدرجة أنه هو كان مصاب وحاولوا يعالجوه بعد ما اكتشفوا حتى أنه معتدي وبعد ما اكتشفوا أنه إرهابي. الفيلم من الأفلام المهمة لا سيما في الإطار اللي احنا بنتكلم فيه، فكرة التسامح والبعد عن العنف ولغة الدم والرصاص والقتل وما إلى ذلك. مع السلامة يا مصطفى، بخلينا نشوفك إن شاء الله. بقول لك إيه، ما أنتش محتاج لحاجة. متشكر يا دكتور، متشكر على كل حال.
خلاص ناوي تسيبنا يا ابني؟ أشوف وشك بخير. دي آية الكرسي عشان تحفظك وتحميك. ادعي لي يا أمي. ربنا يبعد عنك ولاد الحرام. هتوحشنا يا محسن. انت اللي هتوحشنا كلنا يا درش. مالكش حاجه بقى، معك التليفون. شكرا على كل حاجه. شكرا على السرير بتاعك اللي انت اديتهولي وانت بتنام على الكنبه، وعلى الهدوم بتاعتك اللي انت اديتها لي. انت قلبك طاهر يا محسن، قلبك طاهر، بس بصلي. ماشي. عمري ما هنساكم. المخرج حسن الإمام يعني اهتم بشكل خاص بفكرة الوحدة الوطنية، وفكرة برضو التعايش السلمي والارتباط بين كل عناصر الأمة، يعني عنصري الأمة، مسلميها ومسيحييها وكل الأفكار اللي تؤدي إلى حالة إيجابية، حالة اجتماعية إيجابية. يمكن في ثلاثية نجيب محفوظ بين القصرين والسكرية وقصر الشوق، حسن الإمام ركز على الجزئية دي، وأول حد أو أول مخرج تقريبا يعني مش بشكل قاطع لكن بشكل تقريبي رفع شعار يحيى الهلال مع الصليب. وهذا الشعار لاقى استحسان كبير جدا جدا شعبي وجماهيري، وما زال إلى الآن الجمهور بيستقبل ثلاثية نجيب محفوظ وحسن الإمام بارتياح شديد جدا، خصوصا في مشاهد المظاهرات اللي كانت ضد الاحتلال الإنجليزي آنذاك. لكن حسن الإمام أيضا ما توقفش عند هذا الحد ولا مجرد الرمزية في أفلام أو في روايات نجيب محفوظ، لكنه قدم مثلا فيلم شفيقة القبطية، ده كان إنتاج 63 وبطولة هند رستم وحسن يوسف وزيزي مصطفى. الفيلم شفيقة القبطية قصة حياة راقصة، بس قصة حياة راقصة ما فيهاش الجانب المثير، يعني ما فيهاش نجون ولا فيها مشاهد خارجة ولا كذا، لا هو بيغوص داخل فكرة إنسانية بشكل راقي وبشكل بيعزز العلاقة ما بين المصري والمصري، يعني أيا كانت الديانة وأيا كانت الثقافة وأيا كانت المرجعية. صحيح إن الفيلم البطلة فيه شخصية قبطية شفيقة القبطية، لكنه له مرامي أخرى وأحداث متضافرة ومتداخلة كلها بتصب في معنى واحد، إن لا بديل عن الحب، لا بديل عن الاعتراف بالآخر، التعايش السلمي، رفع قيمة السلام في الإبداع المصري، سواء أفلام سينما أو مسرحيات أو دراما تلفزيونية. الحقيقة إن حسن الإمام نجح جدا في تكريس هذا المعنى بشكل كبير، ومش ممكن نتكلم عن حسن الإمام في هذا الإطار من غير ما نذكر فيلم الراهبة. فيلم الراهبة كان إنتاج 1965 وبرضه بطولة هند رستم وإيهاب نافع وعماد حمدي يوسف شعبان. والراهبة حالة صريحة وواضحة، يعني بيتكلم عن راهبة شخصية هند رستم وحياتها الشخصية واتجاهها إلى الرهبنة والعبادة والطقوس الدينية، يعني بيقدم الشخصية القبطية أو الشخصية المسيحية كما ينبغي أن تكون، بشكل راقي وبشكل متوازن وبشكل ما فيهوش أدنى نوع من الحساسية. وطبعا داخل ضمن هذا الإطار بعض التفاصيل الأخرى اللي ممكن تكون اجتماعية، ممكن تكون رومانسية، ممكن تكون يعني فيها أكتر من بعد، وده واحد برضو من الأفلام المهمة اللي تحسب لحسن الإمام.
قبطي أمام الوطن، إنما هي كلمة مصري يموت من أجل مصر ويعيش من أجل مصر ويضحي من أجل مصر. نموت نموت وتحيا مصر، نموت نموت وتحيا مصر، نموت نموت وتحيا مصر، نموت نموت وتحيا مصر. أيها المسلمون بل أيها المصريون، إنني أصافحكم بقلبي وأضع يدي نيابة عن الأقباط في أيديكم لنتحد أمام الله ومن أجل مصر، فإن الاتحاد قوة. قولوا معي: يحيى الهلال مع الصليب، عاش الهلال مع الصليب، يحيى الهلال مع الصليب، عاش الهلال مع الصليب، يحيى الهلال مع الصليب، يحيى الهلال مع الصليب، بحبي يحيى الهلال مع الصليب، يحيى الهلال مع الصليب، لكن حب يحيى الهلال مع الصليب. الله أكبر، عاش الهلال مع الصليب، في كمان فيلم اسمه أرض السلام، وده للمخرج الكبير كمال الشيخ، إنتاج 1957، بطولة فاتن حمامة وعمر الشريف، ومؤلف القصة كان حلمي حليم، والسيناريو والحوار علي الزرقاني. وهذا الفيلم كان ناطق باللهجة الفلسطينية. وأرض السلام هنا رمز، يعني العنوان بيرمز لترسيخ فكرة نبيلة وأساسية ومهمة، وهي السلام والوئام والحب والرضا والتوافق. طبعا هو في خلفية الأحداث كان بيتكلم عن الصراع الدائر داخل الأراضي المحتلة الفلسطينية، وكان محاولة تقديم رسالة مهمة جدا للجانب الآخر، يؤكد فيها صناع الفيلم إن الشعب الفلسطيني والشعب العربي وطبعا الشعب المصري شعوب كلها مسالمة، وشعوب كلها ودودة، وشعوب يعني عايزة تعيش في استقرار وعايزة تعيش في أمان، بعيد عن النزاعات وبعيد عن الحروب وبعيد عن المشكلات. الفيلم تناول قصة ضمن الأحداث، يعني قصة شاب اللي هو عمر الشريف بيناضل من أجل تحرير الأرض ومقاومة المحتل، ودي فكرة يعني مستساغة وفكرة نبيلة جدا، وواحد بيدافع عن أرضه. وطبعا أهل القرية اللي بتدور فيها الأحداث كلهم على قلب رجل واحد، وبيحاولوا يؤكدوا هذه النزاعات طول الوقت، نزاعات السلام، نزاعات وقف نزيف الدم، نبذ الحروب، يعني كلها دعاوى يعني إيجابية جدا 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 وخارج الإطار العدواني على الإطلاق. من الأفلام اللي أنا شخصيا بحبها جدا فيلم هندي. فيلم هندي ده بطولة أحمد آدم وصلاح عبد الله ومنى شلبي ويوسف داوود، وطبعا للمخرج منير راضي. الفيلم قدم بشكل كوميدي وبشكل عفوي وتلقائي جدا جدا أجمل علاقة ممكن تربط ما بين مسلم ومسيحي أو اتنين مختلفين في الديانة. الأحداث بتدور في حي شبرا، وحي شبرا من الأحياء اللي مشهورة جدا جدا بأكبر تجمع للأخوة المسيحيين، وكمان فكرة المعايشة المرنة والسلسة والجميلة والراقية والطبيعية ما بين المسيحيين والمسلمين. الفيلم أحداثه بتدور حوالين البحث عن شقة للزواج، يعني فالاتنين بيدوروا، صلاح عبد الله وأحمد آدم، كل واحد فيهم بيحاول يهدي شقة لصديقه وزميله، برغم انه الزوجات او الخطيبات قبل فترة الزواج بيختلفوا. يعني منى شلبي تبقى عايزة تاخد الشقة لنفسها، والفنانة الاخرى اللي قامت بدور خطيبة صلاح عبد الله برضو بتحاول انها يعني تاخد الشقة وتبقى من نصيبها. هذا صراع طبيعي جدا ممكن يحصل ما بين مسلم ومسلم، ممكن يحصل ما بين مسيحي ومسيحي، يعني ما فيهوش اي نوع من الضغينة او التضاد او اي شيء. لكن العبرة كانت بالنهاية أولا، الحاجة الثانية بالتفاصيل، الجمال والإنسانية وعلاقة الصداقة الحميمة والعميقة اللي ربطت ما بين البطلين أحمد آدم وصلاح عبد الله، ومحاولة كل منهما إثار الآخر على نفسه. ودي مسألة مهمة في الثقافة الاجتماعية، في الثقافة الإنسانية، في التكوين البشري للإنسان السوي. لما يبقى في حالات بهذا الشكل
قطعا يبقى الشخصية مضمونة على مستويات كثيرة جدا، مضمونة على المستوى الأخلاقي، مضمونة على المستوى الإنساني، مضمونة على المستوى الاجتماعي. والحقيقة إن الفيلم قدم الرؤية دي بشكل ما فيهوش أي نوع من التكلف. يعني ما كانوش بيقولوا إن إحنا بنقدم فيلم عشان نقول إن فيه وئام وفيه سلام وفيه حب، لا، ده موجود، وكل الدلالات والمشاهد والأحداث كانت حقيقية وتشير إلى روح طيبة جدا وروح تسامح حقيقي وما فيهاش أي زيف ولا أي ادعاء. وزي ما السينما حرصت على أنها تقدم المعنى الأجمل للسلام ومفهومه ودلائله، أيضا الدراما المصرية كانت بنفس الحرص وكانت على نفس المستوى. وشفنا في كتابات أسامة أنور عكاشة وكتابات وحيد حامد وكتابات كبار الكتاب هذا النوع من الوعي، هذا النوع من النضج الفكري، هذا النوع من الرقي. يعني شفنا في الشهد والدموع لأسامة أنور عكاشة علاقة أسرة عفاف شعيب بولادها بأسرة شوقي شامخ الجار المسيحي ووالدته، وقد إيه كانوا بيأزروهم في محنتهم ويوقفوا جنبهم في معركتهم على الميراث مع عمهم اللي المفروض كان الفنان يوسف شعبان. شفنا روح جميلة وروح طيبة. أسامة أنور عكاشة ما اختلقهاش، أسامة أنور عكاشة عبر عنها لأنه استقاها من الواقع، استقاها من الواقع الاجتماعي اللي هو شخصيا عاشه. فما كانش فيها أي نوع من الافتئات على الحقيقة ولا تزييف ولا الادعاء. كانت حالة متناغمة، حالة قوية كمان في تأثيرها. يعني مسلسل الشهد والدموع من المسلسلات المهمة جدا على المستوى الفني والإبداعي والأداء التمثيلي والديكور والإضاءة والكتابة والإخراج، كل شيء. أيضا على مستوى الموضوع، وهذه الجزئية بالتحديد والبعد اللي احنا مستهدفينه في هذه الحلقة اللي هو السلام والحب والمعايشة، أسامة أنور عكاشة كان واعي بها جدا ووضعها في الإطار الصحيح في جزء مهم جدا جدا من أحداث مسلسل الشهد والدموع. لو هنتكلم عن مسلسل تاني زي المال والبنون مثلا، هنلاقيه من بداية أغنية التتر، وده هيقودنا للكلام أو الحديث عن الأغاني اللي تناولت في متنها وفي موضوعها برضو فكرة السلام. في المال والبنون التتر ناعم ورقيق وإنساني جدا. يعني وإحنا بنسمع كده أو نسترق السمع بنشوف قد إيه في معنى جميل وفي كاتب وشاعر جميل زي سيد حجاب واعي بده وحريص عليه وبيقدمه بشكل جيد سواء في هذا المسلسل أو في غيره من المسلسلات. بنشوف صوت مثلا زي صوت المطرب الكبير عادل الحجار برضو بيفعل ثقافته هو الشخصية في إحساسه بالكلمات وإحساسه باللحن، فبنسمع ونستمتع بتتر من أجمل تترات الدراما المصرية، تتر مسلسل المال والبنون. بحلم وافتح عيني على جنة للإنسانية، بحلم وافتح عيني على جنة للإنسانية، والناس سوا بيعيشوها بطيبة وبصفونية. أحلامي تصلب لظهري ويروح يصفى لظهري، أحلامي تصلب لظهري ويروح يصفى لظهري، ويلالي ظهري وجوهري لكل ناسي وليا. أحلم وافتح عيني على جنة للإنسانية، بحلم وافتح عيني على جنة للإنسانية، والناس سوا بيعيشوها بطيبة وصفونية. لو اتكلمنا عن الأغاني لكبار المطربين، في أغنية بالسلام احنا بدينا بالسلام لكوكب الشرق أم كلثوم، ودي أغنية شهيرة جدا وكل كلماتها ومعانيها بتدل على النازع الإيجابي والإنساني والجميل اللي بيتضمن دعوة قوية للحب، دعوة قوية للسلام، دعوة قوية
للبعد عن المشاحنات والبغض والكره وما إلى ذلك من كل أوجه التعامل السلبي. ودي واحدة من الأغاني المهمة اللي اشتهرت جدا جدا بها سيدة الغناء أم كلثوم. بالسلام احنا بدينا بالسلام، ردت الدنيا علينا بالسلام. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. بالسلام بالمحبة الدنيا تحيا، ليه يكونوا ناس في ناحية وناس في ناحية؟ مهما كنا ومهما كنتم من حقوقنا احنا وانتم، مهما كنا ومهما كنتم من حقوقنا احنا وانتم، الحياة والسلام، الحياة والسلام. يا سلام يا سلام. كمان في أغنية عبد الحليم حافظ الجميلة المسيح، تاج الشوك فوق جبينه وفوق كتف الصليب، دلوقتي يا قدس ابنك زي المسيح غريب. برضو عبد الحليم بإحساسه، بكل نبضات قلبه، بمشاعره، بصوته الأخاذ، بمساحات صوته الممتدة والجميلة، بيقدم ملحمة. يعني يمكن هذه الأغنية أنا مش شايفها مجرد أغنية عادية، شايفها ملحمة بتتكلم بمنتهى الصدق ومنتهى النبل عن ضرورة إحلال السلام، ضرورة إحلال الحب محل الكراهية في كل القلوب المصرية والعربية. الأغنية تصلح لمخاطبة كل الشعوب، مش بس الشعوب العربية، لا، هذه الأغنية تصلح أن تكون رسالة موجهة لأي إنسان على وجه البسيط. عبد الحليم أدى الأغنية ببراعة، ويمكن من المعلوم لدى الكثيرين أن هذه الأغنية قدمت على أكبر المسارح في لندن، وده كان مقصود، أن الأغنية دي بالتحديد يقدمها عبد الحليم في حفلة خارج القطر المصري والقطر العربي في بريطانيا على وجه التحديد، أو في العاصمة البريطانية لندن، عشان يقول إن احنا دعاة سلام ودعاة حب مش دعاة حرب. من أجمل الأغاني أغنية المسيح اللي كتبها طبعا الكبير والعظيم الشاعر عبد الرحمن الأبنودي. على أرضها طبع المسيح أدم، على أرضها نزف المسيح ألم، في القدس في طريق الآلام وفي الخليل رنت تراتيل الكنايس في الخلاء، صباح الوجود أحب أختم كلامي بأوبريت الحلم العربي. الحلم العربي طبعا أوبريت كتبه الشاعر مدحت العدل، وكان مشارك فيه عدد كبير جدا 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 من الأصوات المصرية والعربية، وطبعا لحنه الملحن الكبير الأستاذ حلمي بكر.
يعني شارك في هذا الأوبريت الفنانة أصالة، الفنانة أنغام، محمد الحلو، مجموعة كبيرة جدا 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 من نجوم الطرب والغناء. والحقيقة أنه كان فيه تناغم، وكان فيه أيضا إجماع على معنى واحد اللي هو السلام، الوئام، التعايش الطبيعي بين كل الجنسيات وكل العرقيات وكل الطوائف وكل الثقافات. كانت رسالة موجهة أن لابد من تقارب كل الثقافات على أرضية واحدة، هي أرضية الحب، أرضية السلام، نبذ الكراهية والعنف. وده درس مهم جدا وأساسي جدا جدا جدا، لأنه لا تستقيم الأفكار الثقافية ولا تستقيم الدعوة إلى الإبداع والفن الراقي مع أي شعارات سلبية أو أي تصرفات سلبية ممكن تعطي انطباع عكس هذه الفكرة. مفيش حلم عربي يتحقق إلا بالحب، إلا بالسلام، إلا بالمودة، إلا بالتعايش السلمي الراقي مع حفظ كل الحقوق المشروعة للشعب العربي والشعب المصري والشعوب الواقعة تحت الاحتلال. دي يعني رؤيتي، حاولت أقدمها بشكل بسيط، ويا رب أكون وفقت. كمال القاضي، كاتب وناقد سينمائي، عضو النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر. والحب ماهوش بالكلمة، بالفعل وبالإحساس، كن ضوء وبسمة ونجمة ودليل في طريق الناس. والحب ماهو بالكلمة، بالفعل وبالإحساس، كن ضوء وبسمة ونجمة ودليل في طريق حلمنا. وفي كل زمان وحدة كل الأوطان، كل الخلافات حتزول وكفاية انك انسان. حلمنا وفي كل زمان وحدة كل الاوطان، كل الخلافات حتزول وكفاية انك انسان. ظلام الليل يبعدنا يوم النهار، طريق شعاع النور يوصل لأبعد سماء. جايز ظلام الليل يبعدنا يوم النهار، طريق شعاع النور يوصل لأبعد سماء. حلمنا طول عمرنا، صوت السلام. إعداد وإخراج هاني فؤاد.